السلام عليكم ورحمة الله. بالطبع كلكم عرفتوني فين كاينة هذه الغابة، وشكون اللي ما كيعشقش الغابة وما كيعشقش يطيب طويجنات في الغابة. ومن قلب هذا المكان الرائع اللي جينا نساو فيه ستريس ونخليو فيه الطاقة السلبية ديال الأسبوع كامل ونرجعوا طاقة إيجابية. أنا غادي نشارك معاكم شنو وجدت الغابة وشنو درت فيها وشنو وجدت لا قبل ولا بعد. وقبل ما نبدا الفيديو كنتمنى من الناس الجداد مرحبا بكم، اشتركوا معايا في القناه، ضغطوا على زر الجرس باش تلقاو دائما الجديد، وكومونتيرات ديالكم راه كيشجعوني انني دائما ندير معكم الجديد. ونبداو على بركه الله. فين ما نبغيو نمشيو للغابه، ويعني نصيحه لاي ناس بغيو يمشيو للغابه، غادي تشدوا واحد القريعه غادي تجمعوا فيها العطريه ديالكم بلا ما تديو معكم قوه القراعي. انا هنايا في هذه القريعه جمعت العطريه ديالي اللي غادي ندير بها الطاجين ديالي، ان شاء الله نديرو طويجن. هنا في هذه القريعه درت شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم بلدي، وشويه ديال سكينجبير، وشويه ديال قزبر حبوب. غادي نخلطهم في هذه القريعه وغنزيد عليهم حتى شويه ديال الملحه. راني حتى الاخر عاد فكرت الملحه ما درتهاش صافي. وغادي نخلط القريعه ديالتي بحال هكا، غادي نديها معايا مهنيه هي قريعه، وكنا كنبقاو نخدموا لي صوص وكيبقاو لنا القريعات ديالهم. انا كنحتفظ بالقراعي كنخدمهم بحال هكا الا كنا خارجين. وهنايا في هاد الطويصه غنشرمل اللحم ديالي، يعني اللحمه ديالي غنديها مشرمله، غنخليها في الثلاجه تبات لي مشرمله. وهذيك العطريه اللي درت غادي نديروها ان شاء الله من نصايبوا المسائل ديالنا غنديروها فوق الطويجين. هنا بالنسبه للعطريه اللي غنشرمل فيها اللحيمه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال خرقوم بلدي، وشويه ديال القزبر حبوب مطحون. وغندير شويه ديال المليحه، وغندير شويه ديال الماء باش غنخلط العطريه ديالتي وغنشربل فيها اللحيمه صافي. وغنخلي وشويه الثومه، كنعتذر ما قلتش لكم على الثومه. هاد الثومه هذه راني فايت لي شاركتها معكم. دخلوا لواحد الريل راني خليت لكم فيه طريقه الاحتفاظ، ديروا غير لالا خيتي ديشز طريقه الاحتفاظ بالثوم وغادي تخرج لكم. صافي اطبق لالا خيتي. صافي هذه الثومه ديالتي غندير شويه ديال الملحه، غنخلط المسائل ديالي بشويه ديال الماء صافي. وغندير اللحمه ديالتي تشامل، غنغطيها غادي نديرها في الثلاجه حتى نكونوا ان شاء الله غادي نمشي وغادي نديوها معانا هكا مشرمله ناضيه. جينا سهله وكتشرب العطريه ديالها وكتجي بنينه. كل ما شرملتي الحاجه وبيتها مشرمله كل ما جات لذيذه وبنينه. وهنايا غادي ندوزو للكفته. هنا عندي تقريبا واحد الكيلو الا ربع ديال الكفته، شلطت لي شويه ديال البصله، شويه ديال غنديروا ان شاء الله الطاجين، وغادي نديروا شويه ديال الكفيته صافي. نديروا هنا درت هنا شويه ديال البصله، شويه ديال القزبر والمعدنوس. هنا كيف ما كتشوفوا معايا درت شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، وغادي ندير شويه ديال القزبر حبوب، شويه ديال الزعتر، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون وازير كذلك راني حيت ما كانش عندي، ولكن انا كنديرو شويه ديال القزبر حبوب. المهم هذه العطريه ديالي انا كنشارك معكم الطريقه ديالي وكل واحد يمشي على الطريقه ديالو. هاد الشرموله كتجيب تبارك الله الكفته لذيذه ورائعه. غندير شويه ديال الملحه ان شاء الله بحول الله. غادي نخلط الكفيته ديالي حتى هي وغادي نغطيها وغادي نديروها في الثلاجه ان شاء الله. كل ما باتت الحاجه مشرمله كل ما تبارك الله كتجي اكثر لذه ومذاقا صافي. هكا غادي نديرها ان شاء الله بحول الله في الثلاجه. وها الفيديو راه كيشرح نفسه. هنايا بالنسبه للشليضه، انا هذاك الطويجين اللي شرملت ليه الحمى ديالو رافقته بالشلاضه. سلقت شويه ديال البربه بشويه ديال الملحه، وهي حتى البطاطا حتى هي سلقتها. كنعتذر الفيديو ما تحفظش ليا في التليفون. بالنسبه للبربه ديالي قطعتها طريفات رقيقين، درت لها شويه الذره، شويه ديال الطون، شويه ديال الزبيب، شويه القزبر والمعدنوس، وخلطت درت ليها الماغيناد العاديه ديالنا اللي كنديروا زويته، الابزار، شويه ديال المليحه، وشويه ديال الخل او الحامض، كل واحد له الاختيار يدير اللي بغا صافي. حتى كذلك نفس العطريه راني درتها للبطاطا، غير البطاطا درت لها شويه ديال القزبر والمعدنوس فقط. انا زعما كنشارك معاكم هاد الشليضات هادو. انا حتى الصباح حتى نص الصباح عاد وجدتهم، ما وجدتهمش بالليل. حنا عارفين الشلاضه كنبغيو ناكلوها طريه. هادشي اللي كاين. ودرتهم في الجبيبنات بكري وصايبت شليضات ودرتهم في الثلاجه صافي. حتى بدينا كنجمعوا الحويجات داكشي جبتهم من الثلاجه ديالهم.
وهنا واحد الشليضه اخرى درتها مكونه من الخيار والفجل والخس، حتى هي درت لها نفس العطريه اللي راني درت الشليضات الاخرين، خلطتها. هذه في مره دريسيتها في الطبيصلات، درت لها 2 طباصل ها هما وغطيتها بالبلاستيك الغذائي. اما الاخرين راني درت لهم الجبيبنات ديالهم. صافي، ها هو هذا الفيديو كيشرح نفسه حتى هو. الله الدنيا عامره. ايوا هنايا وصلنا للغابه. يعني الحاجه المهمه اللي كنقلبوا عليها من بعد ما كنستاسيوني وكنفرشوا البلايصه ديالنا وكنعزلوا يعني البلاصه المزيانه المناسبه لينا. وتبارك الله الغابه كانت عامره ما شاء الله، داك يعني بنادم شي حداشي. واهم حاجه عند المراه كتقلب على البلايصه فين تصايب اما الطويجين اما توجد الماكله هكا للوليدات العائله الاسره هكا الصديقات مع بعضياتهم وهي غاده. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه ديالي، كنصايب الكانون هو الاول، كندور الحجيرات، كنشعل العواد، ملي كيشعلوا لي العواد مزيان كنبقى ندير الفاخر باش هكا العافيه كدوز ليا، يعني ما كتبقاش ليا. دابا ملي نشعلوا العواد خاصنا نلوحوا الفاخر باش العافيه تشد لينا. هاك نشعلوا الفاخر، نحطوا الفاخر، غير يشعلوا لك العود رمي الفاخر هكا باش تشد لك العافيه، ما تطفاش دغيا. هادو راه شفاره طول بال التليفون ها هما كيدوروا على البلايص. تقليل الخير طيب. لينا بهذا وباش ما نطولش عليكم نخليكم تمتعوا معنا بهذه الاجواء وداكشي اللي حضرنا في الدار ويعني التحضير ديالنا للغدا في الغابه والطريقه ديالو. واللي اللي عجبته هذه الاجواء يخليها ليا في لي كومونتير. واش كيعجبكم ملي تمشيو للغابه هكا توجدوا الغدا وتديو معكم ماكله وتديو معكم يعني الطاجين وشكون اللي كيعجبو هذه الاجواء الروينه هذه، شكون اللي كتعجبو. ايوا ما نطولش عليكم، تبعوا معايا الفيديو الاخير راه ممتع جدا. شي حاجه باقا هنا شوفي شي حاجه ديال شي حاجه راه كاينين جبانات في وسط الثلاجه فيهم الغطايس. فين الثلاجه؟ هادي مالك كتبكي حيت طلع معايا داك العود في عينه. خذي غطايه جبانه راه في الثلاجه. شي فرشيه كتلقى شنو كود 2021 انت اللي درتيه ليا 2021 الويفي. صبر الكريات الصغيرين ها هما. هادو عويدات ديال القرفه نديروهم. هنا واحد العطريه راني صايبتها معكم في الدار، غنزيد عليها هذه ديال المروسيه هكا. نقلب نديرو بصيره بانت الناس كيشوفوا. نديرو البصيله هكا.
كنديروا الطاجين ديال المقفول. نديروا مطيشه حتى هنا. شويه ديال الغابه كتجي زوينه هاد الطبيجين تبارك الله. هانتي اختي كنديروا شويه ديال القزبر بحال هكا هنايا، شويه ديال الربيع حتى ضرميه شوف شو شابك. انا في هذه اللحظات اللي كتصوري هذا المنظر هذا الرائع، انا راني درت البرقوق في الطاجين، وهذيك العطريه اللي وريتكم اللي جبت معايا من الدار خلطتها بشويه ديال الماء وزدت عليها شويه ديال المروزيه وشويه ديال القرفه. هنا غادي ندير شويه ديال الزيت. هاد الزيت اللي جبت هي الزيت اللي قليت فيها اللوز، حيت انا في الدار قليت اللوز باش غنزوق به في الاخير الطويجين ديالي. صافي هادشي اللي درت تبارك الله وصلت على النبي. كنغطيو الطويجين ديالنا وكنخليوه كيطيب تبارك الله على العواد، كيجي ما شاء الله تبارك الرحمن. مولاي طه بزز كتفرجنا الطاجين. صافي هذه راه الطريطه ديال الزرع. الطبيطه ديال الزرع جبت معايا كميه صافي. خلعتني تنبغي نقلبها كيعاونوش كاع. بغات تجيب لي العواد. نديرو الزبيب. وهنايا منين طاب لينا الطويجين ديالنا ضروري واحد البريردات داتاي بالاعشاب تبارك الله كيجيو غزالين، خصوصا بالعواد. والكفيته اللي وجدت معكم حتى هي كنديروها كتشوى. وهذا البطبوط ديالنا ما بغاش يطيب ليا في الاخر حيدنا المقله ودرنا على العافيه. وهذا التحضير التقديم النهائي ديال داكشي اللي وجدنا كامل. شليضه ديال الباربا وديال البطاطا وشليضه ديال الخس والخيار كما قلت لكم درتها في الطبيصلات ولويتها في البلاستيك هكا الغذائي. واتاي الشاي المغربي ديالنا ضروري يكون معنا في الوقيته ديال الغابه ولا ديال البحر. كنقول لهم قلبوا حيت ضروري ملي كتخوي الكاس عاوتاني خاصك تقلبيه في البراد. ما عرفت واش كلكم كديروا هذه القضيه ولا غير حنايا. صافي وهكا الشوا ديالنا تبارك الله يعني كتخلي دائما شوا هو اخر حاجه.
حيت غير كتشوي اللحم خاصو ديك الساعه يتنكل سخون. ايوا صافي تبارك الله، اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. هكا بالنسبه للطويجين ديالي انا راني زدت واحد الاضافه كتزين فقط، هو داك البيض السمان. درت ليه شويه ديال البيض السمان ودرت ليه اللوز من الفوق، شبعته لوز بحكم كيبغيو اللوز. ايوا صافي هذا هو تبارك الله وصلت عندي جا اكثر من رائع. ما درت فيه لا عسل لا والو، ديك الحلاوه ديال الزبيب وديال البرقوق تبارك الله وصلت عندي، وديك البنه تبارك الله ديال اللحم ما شاء الله راه ما شاطش تبارك الله وصلت على النبي. وكل خير في دارو. المهم فكره قلت لك كنتو غادي نمشيو ان شاء الله مره اخرى للغابه، بغيتو تفكروا شنو غنديروا كتبقى نتوما الفكره من الاقتراح ديالنا. وهذا الشيء اللي كاين ما شاء الله اللهم بارك. صافي هنا بالنسبه للكفيته حاولت انني ندير جوج طبيصلات، كل قمت زعما حطيت لهم طبسيل تبارك الله وصلت على النبي. قولوا يا ربي تخلينا خصوصا ملي تكون العائله كيكونوا هكا الوليدات ضروري من الماكله. كاين اللي كيقول لك ولا كتمشي للطبيعه واش مشيت تاكلي، راه الطبيعه سبحان الله كتوكل. وحنا من الطبيعه ديالنا الشعب عزيز علينا الماكله وعزيز علينا الشهوات، وهذا الشيء اللي عطا الله كل واحد الطبيعه ديالو. هنا المخمره ديالي مبغاتش طيب ليا في المقله، وانا نديرها طيب مباشره بحال داك الخبز ديال التفراوت، وجا فيها واحد المذاق رائع تبارك الله وصلت عليه. وهنا حنا شرينا التوت، واخا التوت كان فيه ما كانش فيه واحد المذاق زوين، بحال ما بقاش لا التوت لا الفريز، ما بقاش فيه ديك الحلاوه سبحان الله ولا ديك البنه. وهاد الكيكه ديال الزرع صيبتها في الدار جات تبارك الله غزاله ولذيذه ما شاء الله. وشرينا اللبن من تما، عندهم اللبن حلو وغزال تبارك الله اللبن. وهذه الاجواء واحد النميله تاهي كانت تدور حدايا تاهي صورتها. وكنتمنى ان الفيديو يعجبكم، خليوا لي تعليقاتكم كتشجعني بزاف. ومرحبا بالناس الجداد، ما تنساونيش من التعليقات ديالكم، وما تنساونيش من الاشتراك في القناه وضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بالجديد. واللي عرف اين غابه مشينا خليها لي في لي كومونتير. باش يصوروا وياخذوا الشيكات يعني.